ازيكم يا احلى متابعين وفانز في العالم ده كله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، ويا رب يا رب يا رب حياتكم تكون مليانة بالطاقة الإيجابية والحب. النهاردة معاكم من مطبخ مارجو رز وسمك بأحلى خلطة هتاكلها في حياتك، هتاكلها وتاكل صوابعك وراها، ويا ريت تدعيلي دعوتين. معاكم سمك ورز بالخلطة وسلطة طحينة من مطبخ مارجو، يا رب تعجبكم يا حبايب قلبي. هقولها لكم كلها بكل تكاتها وحركاتها، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. معايا سمك طبعا على عدد افراد اسرتي. انا جايبه 3 سمكات هنضفهم تحت ميه جاريه، ومعايا كمون وشويه شطه وملح وفلفل، ومعايا ايد الهون اللي بدق فيها الثوم، ومعايا حبه خل، ومعايا عصره ليمونه. طبعا ال3 سمكات غسلتهم حلو جدا جدا، وحطيت عليهم نقطه خل، حطيت عليهم عصره ليمونه، وهدق الحاجات دي كلها في بعضها في ايد الهون. محدش يضحك عليا، انا قديمه وبحب الحاجات القديمه. هحيق السمك حلو قوي. كل سلسله الظهر هحط عليها الحياء اللي انا عملته، واللي فاض هحطه على السمك من بره. وهبتدي احط شويه دقيق في طبق، وعليهم معلقه نشا، واحط عليها شويه ملح وشويه كمون، وهبتدي ابدر السمك بتاعي. طبعا هعمل له كسوه حلوه جدا من الدقيق والنشا علشان خاطر لما اكله يبقى مقرمش. معظم الناس عندنا بتحب وهي بتقلي السمك يبقى مقرمش كده وجميل وبتتبسط من طعمه. بدرت ال3 سمكات بتوعي، وبعدين هبتدي احط الزيت بتاعي على النار. في نفس الوقت هبتدي امسك بصلايه واقطعها حلو جدا، واحطها في الكبه، واحط عليها شويه ملح، وهضربها حلو قوي عشان اعمل احلى رز هيتاكل جنب السمك. بيقولوا عليه رز احمر اسكندراني. ادي الحله اللي هعمل فيها الرز. هحط فيها شويه زيت، وهبتدي انزل فيها البصل اللي ضربته في الكبه، وهبتدي ايدي فيه لحد ما يبتدي يحمر ويديني لون جميل. وكل ما حمرت البصله بتاعه السمك اكتر، كل ما ادتني لون احلى للرز. زي ما انتوا شايفينه غمقتها. عايزه اخليه طعمه حلو ومستساغ، بحط له معلقه من العسل الاسود زي ما انتوا شايفيني. وطبعا دي حاجه اختياريه، بس لو هتجربيه هتحبي قوي الرز الاحمر الاسكندراني بيه. هحط طبعا كميه من الميه بتناسب الرز بتاعي. انا بحط على كل كوبايه رز كوبايه ميه. غسلت الرز حلو وابتديت انزله في الميه المغليه، وطبعا ايدي فيه لحد ما يبتدي يتشرب. هحطه على النار الواطيه وتحت الشياطه بتاعه الرز، وهدي عليه لحد ما نرجع للسمك تاني وهقول لكم نعمل ايه. ادي الرز بتاعي اتشرب زي ما قلت لكم. هنقله على العين الواطيه واحط تحت الشياطه، وتنتني حاطه الطاسه الكبيره اللي هقلي فيها احلى سمك في الدنيا. شايفين منظر الرز؟ ريحته تحفه. ده بقى اللي اسمه الرز الاحمر الاسكندراني. عشان السمك يقرمش معايا ببتدي انزله في ميه قوام واطلعه على الطاسه. مسافه لمح البصل احطه في الميه واحطه في الطاسه. طبعا الزيت بيغلي معايا حلو قوي علشان السمك ما يلزقش في قعر الطاسه. طبعا لو السمك بتاعي حجمه كبير ممكن اشرحه 2 تشريحه بالسكينه، لكن السمك بتاعي حجمه مش كبير، هوطي عليه النار شويه علشان يستوي ولحمه من جوه يبقى طري وجميل ويقرمش من بره. ايدي في السمك قلبتها على الناحيه التانيه وخرجت اول سمكه، وهرجع احط السمكه التالته برضو بعد ما سقطتها في الميه. طبعا شايفين لون السمك، وله بني وله بيج، حاجه كده ذهبي تفرح. بصوا منظر السمك يتاكل ني. هقطع عليه شرايح ليمون وابتدي اشوف الرز وصل لايه. لو الرز فعلا استوى هبتدي اغرف احلى سفره هتاكليها، وعين بتاكل قبل البق. شكل السفرة يفرح. بحط طبعا الرز في بولات بتاعتي، وابتدي اقلب البولة في طبق يطلع لي شكل الرز بالشكل التحفة اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بعمل ازاي؟ يا ريت المبتدئات يتعلموا معايا علشان تخلي جوزك يعرف ياكل على سفرتك. طبعا شكل الرز بالمنظر ده على شكل بولات، وجنبه السمك بالمنظر ده معمول له ديكوريشن بالليمون.
العين بتاكل قبل البق، هيفتح نفسه. ادي الرز وادي السمك. هبتدي اوضب سفرتي. عملت جنبه سلطه طحينه، وطبعا دوقوا بناخد معاه شوربه الجمبري. طبعا علشان تعرفيها دلوقتي فوق هيظهر لكم فجاه علامه الاي يا حبايب قلبي، دوسي على علامه الاي، وبعد كده دوسي على الفيديو بتاع الجمبري. هيطلع لك الفيديو كله بكل تركاته وحركاته لطريقه عمل الجمبري. الفيديو اللي قبل السمك ده هتلاقيه على طول فيديو الجمبري. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين السفرة بتاعتي مغروفة لعدد 3 انفار. طبعا غرفة 3 بولات رز شكلهم حلو جدا مع 3 سمكات، ومزوقاه وعامله له ديكوريشن بقطع الليمون سلايس. ودلوقتي هوريكم ازاي هغرف الجمبري حوالين الرز بشكل مشهي جدا. شايفين المنظر؟ سيدي يا سيدي، احلى سمك بالرز ده ولا ايه؟ عاشت ايديك يا بنت يا مارجو. انا عايزاكوا تيجوا تشموا الريحه معايا، تحفه، يامي يامي. ودلوقتي اللي تابع الفيديو معايا من الاول وشاف طريقه عمل السمك المبهر مع الرز الاحمر الاسكندراني، ودخل على طريقه عمل الجمبري وشافها بكل تكاتها وحركاتها، وتابع معايا الفيديو بتاعي، يا ريت يعرفني هو بيتابعني منين. عاشت ايديك يا بنت يا مارجو ولا لا؟ شايفين منظر السفره؟ تحفه، يجنن. اكتبوا لي كومنت ايه رايكم في شكل الاكل، جربتيه ولا لا؟ عجبك طعمه ولا لا؟ يا ريت اعرف ارائكم بصراحه، ويا ريت تكتبي لي انت بتتفرجي عليا منين. استنيني في الاكله الجايه او الحاجه الحلوه الجايه. تابعوني كلكم في كومنتاتكم، ويا ريت تشجعوني. بحبكم كلكم. باي باي.